خبر عاجل وهام جدا. خبر عاجل وهام جدا. انفجار بطيخة في زاوية البراد، مما أدى إلى مقتل بندورة وإصابة 5 خيارات، وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفى جات السلطة. هذا وقد أعلنت حركة الفلفل الأسود مسؤوليتها عن الحادث. كان معكم خسي من داخل البراد. ابقوا معنا سنوافيكم بكل جديد. أكتر بنت تتعذب بعد قصة حب فاشلة هي البنت اليابانية. كل الشباب بيشبهوا بعض، يعني كل ما تشوف واحد بتتذكر سوزوكي الخاين، وأصلا سوزوكي المسكين ما خانة ولا شي، كان قاعد مع وحدة تانية مفكرة هي. باليابان ركبوا مراية ذكية بالمطار، كل واحد بيوقف قدامها بتقول له اسمه وموعد طيارته. وقف واحد قدامها قالت له انت سامر، موعد طيارتك بعد نص ساعة. عجبته الشغلة، رجع راح تنكر، لبس عقال وجلابية. وقف قالت له انت سامر، طيارتك بعد ربع ساعة. رجع تنكر وحط باروكة ومكياج. وقف قدام المراية قالت له خليك عم تاكل خرا، طيارتك طارت.